يسعد لي كل اوقاتكم. اليوم جبت لكم وصفة برك بالجبنة او فطاير بالجبنة. ممكن نقدمها مع وجبة الافطار او كمقبلات مع وجبة الغداء. الطريقة جدا سهلة وبسيطة، تابعوا الفيديو. انا بشرت كمية جدا صغيرة من الجبنة الموجودة عندي، بدي اضيفها على الجبنة البلدية لان الجبنة البلدية عندي الاساس. اذا ما كان عندكم من هالانواع الجبنة ما في داعي، يعني الجبنة الموجودة عندكم بلدية ألذ. هلا رح ابدا ببشر الجبنة البلدية. احلى شي بهالتحضير انك تكوني رايقه وما حواليك ولاد صغار وانتي عم تشتغلي. ممكن تعمليه على مراحل، بتبشري الجبن قبل بوقت. وهون خلصنا مرحله البشر. عم نضيف عليها حبه البركه او الحبه السوداء. وهون الجبنه صارت جاهزه. مجهزه هون معلقتين طحين مع شويه مي مشان سكر البرك. هلا رح تشوفوا كيف رح استخدمه. عندي عجينة البرك، هي بتجي مفرزة بالمحلات، جدا لذيذة. شيء باللي بدك يا سبانغ او لحمة او جبنة او اي حشوة بتحبيها. جهزي هاي الفوطة، بدي احطها فوقها مشان ما تنشف العجين. باخذ العجينات اول باول. هلا رح نبدأ نحشيها. بسم الله. هيك صاروا جاهزين كمية الجبنة اللي شفتوها، وفينا نقليهم على طول او نحطهم بالفريزر. السعادة دي انت بالنسبة لي حبي